ابنك مش مركز، بيعوق بصعوبة عشان يذاكر، بينسى وبيزهق بسرعة، ردود فعله عصبية، بيعمل حاجات قبل ما يفكر. الدراسات بتقول إن الأطفال اللي بيقعدوا أكتر من 3 ساعات على السوشيال ميديا بيكون عندهم أعراض تشبه أعراض ال ADHD، فرط الحركة وتشتت الانتباه. فيا ترى طفلك بيقعد قد إيه على السوشيال ميديا؟ وحوالي 5% من الناس اللي بيستخدموا السوشيال ميديا بيكون عندهم إدمان في الاستخدام. الفيديو ده معمول عشان 3 حاجات. أول حاجة نفهم المشكلة اللي موجودة في بيوتنا عند أطفالنا وعندنا احنا حتى ككبار. الحاجة التانية نعرف ازاي السوشيال ميديا بتأثر علينا. والحاجة التالتة والمهمة ان نعرف ان التغييرات اللي بتحصل دي ممكن تتحسن لو مشينا على الخطوات اللي هقولك عليها في آخر الفيديو. المخ دايما بيتعلم من اللي احنا بنكرره، ودي حاجه اسمها المرونه العصبيه. ربنا خلق المخ بالشكل ده عشان يتعلم ويتاقلم طوال الوقت مع المتغيرات اللي بتحصل حوالينا. الطفل المفروض يدرب مخه على التركيز الطويل من القرايه للقراءه للعب الهادي، ولكن اللي بيحصل انه السوشيال ميديا بتدربه على العكس تماما. تركيز قصير، حاجه سريعه ومكافاه سريعه، تبديل مستمر من فيديو لفيديو، وده اللي بيخلي الطفل عنده تشتت وملل واندفاع وردود فعل عصبيه تشبه اعراض الاي دي اتش دي بالظبط. فازاي السوشيال ميديا بتأثر علينا؟ زمان كان في آخر كل فيلم موجود كلمة النهاية، ودي كانت بتخلي المخ يعرف إن الحدث ده خلص ويبدأ يوقف ويبدأ استعداد لفعل جديد أو لحدث جديد. إنما السوشيال ميديا دلوقتي مفيش نهاية ومفيش إشارة توقف، فيديو وراه فيديو، سكرولينج مستمر على سكرول، طول، سكرول لحد ما عاملين تتعب بالظبط زي وتنام اللي وأنت لسه سايقين بتسكرول. عربية ودايسين بنزين طول الوقت، والعربية ماشية بسرعة ومن غير فرامل. والحقيقة ان في جوه مخنا المفروض في فرامل وفي مراكز كان دورها تعلمنا امتى نوقف وامتى نحدد اولوياتنا، ايه المهم وايه اللي مش مهم، وامتى نقول كفايه ونقف. بس مع الاستثاره اللي بتعملها السوشيال ميديا المستمره للمخ طوال الوقت من فيديوهات، الفرامل دي بتبدا تضعف وتتعب. وفي نفس الوقت المراكز اللي مسؤوله عن المشاعر والاندفاع والقلق هي اللي بتكون مسيطره ومتحكمه في تصرفات الاطفال. كل فيديو قصير بيشوفه الطفل بيدي جرعه دوبامين، احساس حلو لحظي، ولما تيجي المذاكره اللي محتاجه مجهود ووقت المخ هنا يقول لا، احييني النهارده وموتني بكره. زي الطفل اللي اتعود على السكريات تماما يرفض اي حاجه تانية حتى لو كان ليها فايده. وبالتالي الحاجات اللي محتاجه مجهود وتركيز زي المذاكره والقرايه بتبقى ممله وتقيله بالنسبه له قدام الموبايل. بل من غير ما نحس كل شويه تلاقي الاطفال يفتح الموبايل ويعمل سكرولنج من غير اي سبب، لان الموضوع ده مع التكرار اصبح عاده. يبقى الطفل قاعد بيذاكر ويسمع رنه الاشعار على طول، المخ بيقول له في حاجه مهمه هتفوتك، فتلاقي الطفل ساب كل اللي في ايده ويفتح بسرعه ويتقطع تركيزه ويزود التشتت ويزود القلق عنده ويدخل في الدوامه ان هو يفضل يعمل سكرولنج مستمر. وده لان الاشعارات دايما بتربي عندنا احساس ان في حاجه لازم الحقها، وخوف دايم ان في حاجه مهمه ممكن تفوته. والسوشيال ميديا دايما بتريحنا نفسيا حتى احنا ككبار. لما تكون مهتم بحاجه او بتفكر في موضوع او بتتكلم عن موضوع تلاقي الخوارزميات بدات تجيب لك فيديوهات كتير على نفس الموضوع، او لو فتحت فيديو بس تلاقي بيجيب لك فيديوهات مشابهه لنفس الموضوع. فانت وانت على السوشيال ميديا تحس ان في كتير ناس زيك وفي فيديوهات في نفس الموضوع كتير، فتبدا ترتاح نفسيا وتكمل سكرولينج وانت مرتاح. نفس الفعل بيتعامل مع اطفالنا، يجي لهم نفس الفيديوهات اللي هم بيحبوها ويفضلوا مكملين مسحولين في نفس الدايره لساعات طويله. بالاضافه ان السوشيال ميديا بتساعدنا نهرب من الضغوط اللي علينا. الطفل بيبقى عليه ضغط، عليه واجب، عليه مذاكره، عليه امتحان، فالسوشيال ميديا بتديله راحه مؤقته وسعاده لحظيه. يشوف فيديوهات يطلع الدوبامين يديله سعاده لحظيه، وفي نفس الوقت بيخرجه بحيله ذكيه بعيدا عن الضغوط وينسى الضغوط اللي عليه. وده حتى اللي بتعمله معانا احنا ككبار السوشيال ميديا. اي حاجه طبيعيه بعد كده بالنسبه له بتكون ممله. وفي سن المراهقه المقارنات اللي المقارنة بتحصل شغالة في الشكل وكل والجسم يوم شكل والحياه مثالي المثاليه جديد. بتبقى نار اللي يشوفها الطفل قدامه على السوشيال ميديا، وده بيزود عدم الرضا والقلق والمزاج اللي دايما مكتئب. وفي ابحاث كتيره اتكلمت عن علاقه السوشيال ميديا بالصحه النفسيه وخاصه عند البنات اكتر. فتلاقي بنت كانت أنا طبيعيه عندي صورة وفجاه طول فلاتر اليوم لايف بتقارن ستايل نفسها بغيرها، ومقارنة تحس ان طول هي الوقت. اقل منهم في الجسم او الشكل او الجمال. ومع الوقت يتحول ده لقله ثقه بالنفس، تغير في المزاج، وممكن تدخل في حاله اكتئاب. ولكن قبل ما نقول ده من السوشيال ميديا لازم نستبعد اسباب طبيه ممكن تعمل نفس الاعراض. خلي بالك احيانا السلوكيات اللي بتبقى موجوده عند الاطفال ممكن تكون اشاره من جسم الطفل. فلو الطفل عنده نقص وزن واضح، عنده زياده في سرعه ضربات قلبه، بيتعرق كتير، وعنده رعشه كل ما يمسك الكوبايه او يمسك الكتاب او القلم، خلي بالك دي ممكن يكون مشكله في الغده الدرقيه، وهنا يحتاج انه يعمل وظائف للغده الدرقيه. لو هو عنده ارهاق وشحوب وعدم تركيز وتشتت،
خلي بالك ده ممكن يكون نقص حديد وانيميا، وهنا يحتاج ان هو يعمل صورة دم كاملة مخزون الحديد في الجسم اللي هو السيرم فيريتين. وشوف طفلك لو عنده اضطراب في النوم، لو نومه متقطع او بيشخر بالليل وهو نايم، او مواعيد نومه مهيش منتظمه، النوم لوحده ممكن يعمل العصبيه والتشتت والمزاج الوحش حتى لو مفيش سوشيال ميديا. في الحاله ديت بنحتاج ان احنا نظبط الساعه البيولوجيه للطفل عشان نرجعه للطبيعي. وكمان في بعض الادويه اللي ممكن تعمل نفس الاعراض، خصوصا عند الاطفال اللي عندهم حساسيه الصدر اللي بياخدوا موسع للشعب. ولو الاعراض دي بدات فجاه او بدات لما بدات العلاج او مرتبطه بوقت معين، الافضل نفكر طبيا ونراجع طبيب الاطفال. وبعد ما شفنا ازاي السوشيال ميديا بتاثر علينا، الخبر الكويس زي ما طفلك اتدرب على السرعه والملل ممكن يتدرب تاني على التركيز والهدوء. كل حاجه ممكن تتحسن بالتدريج لو مشينا على الخطوات دي. الخطوه الاولى نحدد وقت ثابت يوميا للسوشيال ميديا، مش مفتوح الموبايل طوال اليوم. السوشيال ميديا لها وقت محدد، والافضل يكون من نص ساعه لساعه حسب السن. الفكره مش هنمنع، الفكره ان احنا هننظم. يستخدم الموبايل بوقت معين، ممكن نحدد وقت لكل تطبيق من على الموبايل، او ممكن نستعين ببعض البرامج زي الاب لوكر، وده بيريحك من حته طب كمان دقيقه، طب اخر فيديو، طب كمان 5 دقائق. وده بيخلي الطفل يرتب اولوياته. قبل السوشيال ميديا لابد تيجي الواجبات الاساسيه، لابد يذاكر، يعمل الحركه والنشاط والتمارين الرياضيه بتاعته، وبعدين تيجي السوشيال ميديا. بيبدا مخه يرجع ترتيب الاولويات من الاول. الخطوه الثانيه اقفلي كل الاشعارات، ودي اهم نقطه لتقليل التشتت عند الطفل. الاشعار لوحده بيقطع التركيز ويعمل احساس ان في حاجه هتفوته، وحتى لو الطفل ما فتحش، مجرد الاشعار بيرفع التوتر ويشتته. شيل كل الاختصارات من على الشاشه الرئيسيه، خليه دايما محتاج ان هو يدور على تطبيق بدل ما يبقى قدام عينه طوال الوقت، فبحركه بسيطه يفتحه، وده بتقلل الفتح التلقائي اللي بيحصل من غير وعي. الحاجه الثالثه يوم كامل بدون سوشيال ميديا، اما اسبوعيا او كل اسبوعين او كل 3 اسابيع، ممكن تاخدوهم بالتدريج. وده بيخلينا اكننا بنعمل اعاده ضبط المصنع لمخنا من تاني، ونقلل الاستثاره المستمره على المخ، فشويه بشويه يرجع للطبيعي. رابع حاجه، في اماكن مقدسه في البيت ممنوع فيها السوشيال ميديا. قواعد لازم تسري على الكل. ممنوع السوشيال ميديا وقت الاكل واحنا مع بعض في العربيه، وقت الزيارات العائليه والقعدات العائليه. الهدف نرجع حياتنا كلنا للطبيعي. قبل النوم بساعتين ممنوع السوشيال ميديا، قبل النوم بساعتين، عشان النوم ده المفروض تركيز، مزاج وهدوء. وكل ما ينام ويظبط الساعه البيولوجيه بتاعته بيكون تركيزه ونشاطه افضل. ولازم توفري بدائل حقيقيه للسوشيال ميديا. مستحيل ان هو يستغني على السوشيال ميديا من غير ما نحط ليه بدائل حقيقيه. وفر بدائل حقيقيه زي التمارين الرياضيه، لابد يكون ليه نشاط بدني، يلعب حتى لو هيلف حوالين البيت، يروح نادي، يروح جيم حسب السن. ممكن الاهل الاب او الام يتمشوا يوميا لمده نص ساعه مع الطفل، فيكون ليه نشاط بدني. الحاجه الثانيه يكون ليه هوايه، اما يرسم، اما تركيب، اما كره، اما رياضه خفيفه او قراءه بسيطه. ويكون هناك مكافاه اسبوعيه لكل البيت مع الالتزام، اما خروجه او وقت عائلي او لعبه جماعيه مع بعض في البيت. واهم نقطتين اختم بيهم، لابد الكل يكون ملتزم. ما ينفعش الاب والام يبقى قاعدين على الموبايل طول الوقت ونقول للطفل سيبه. الحاجه الثانيه بلاش قطع مفاجئ، خصوصا لو الطفل متعود على كده ومدمن، ممكن يسحبه بالتدريج عشان ما يحصلش انفجار ومقاومه. والكلام ده مش المقصود بيه الاطفال اللي عندهم دروس اونلاين، او اللي طبيعه مذاكرتهم بيكون على الكمبيوتر، او اللي بيشوفوا حاجات تعليميه على الكمبيوتر مستهدفه ومحدده بوقت معين. ولكن احنا بنتكلم عن الطفل اللي دايما بيفتح السوشيال ميديا من غير اي هدف، ويفضل يعمل سكرولنج اللي بلا نهايه، وخصوصا الفيديوهات القصيره. فلو عايزه الخطوات اللي هتمشي عليها بالتفصيل، اكتبي لي كلمه خطوات في التعليقات. دمتم في امان الله وانتم في اتم صحه واحسن حال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.